مبدئيا احنا مش قاصدين الالوان بس صح، يعني لا تجمعنا مهنه واحده الكوبي رايتنج، لكن المنظر اللي احنا فيه ده والله العظيم صدفه يعني. ما عرفتش اسمك بقى؟ انا اسمي مروان زكي. نعمل ايه؟ الحمد لله كله فل تمام. تمام. خبره كام سنه في الكوبي رايتنج؟ almost 7 سنين. 7 سنين ما شاء الله. مش هنخش في الحته بتاعت الهيستوري، بس خلينا نخش في الخناقه على طول اللي احنا كنا لسه بدأ نقدر تنابت ماشي بدري، بحيث ان احنا نقفل الفيديو من اوله يعني. أيوة. بس اول حد هيطلع في الفيديو فربنا يستر. طب في ناس تقول لك بقى الكوبي رايتنج ده ما فيش حاجه اسمها كونفرجن كوبي رايتنج، هو كوبي رايتر او احنا عارفين ان هو كوبي رايتر. تمام. وفي ناس ممكن تاخد الحته بتاعت الكونفرجن كوبي رايتنج ده وتقول لك لا ده حاجه تانية نتعلمها لوحدها بره الموديول العادي اوكي. بتاع الكوبي رايتنج اللي هو المتعارف عليه، انك تكتب هوك وازاي تحط كول تو اكشن مظبوطه وازاي يكون البودي بتاع الكوبي مظبوط والكلام ده كله. الناس بتاخد الكلام ده تقول لك الكونفرجن ده حاجه تانية خالص. تمام. انا مش هقول لك انا من انهي مدرسه، بس انا حابب اسمع رايك بقى. هو البيز بتاع الاتنين واحد. يعني احنا الاتنين ممكن يكون شكلها من بره احنا بنكتب بوستز، بنكتب بنبقى مهتمين بالكول تو اكشن، بنبقى مهتمين بالهوك بتاعنا بيكون كويس وكل ده، بس الاوبجيكتيف هو ممكن يكون مختلف، والروتين اليومي بتاعنا شويه مش يعني في نقط تشابه واختلاف. خلينا نروح نقطة الاختلاف دايركت. مثلا هو conversion دلوقتي بقى مربوط شوية ب يعني بالداشبورد اكتر من هو يكون مربوط بالبيج والانجيجمنت اللي بيحصل عليها الخاص بالاي كوميرس. يعني لو احنا بنتكلم مجال التجاره الالكترونيه تحديدا ممكن نقول ده الكونفرجن كوبي رايتر بيتقال عليه كده. هو الدور بتاع الكوبي رايتر كبر يعني زمان كان الكوبي رايتر بيشتغل على الصفحه، بيعمل انجيجمنت، ممكن يجيب مسجز. دلوقتي بقى المعروف بالظبط. بس دلوقتي مثلا انا ككونفرجن يعني اللي انا بعمله ان انا بقيت مهتم ان انا اخش على الداشبورد افهم تكاليف الادز عامله ايه، الكوست بالسي بي سي والسي تي ار والرؤاس بتاع البيزنس نفسه عامل ازاي، وازاي نحسن ده، الجورني ببتاعت العميل على الويب سايت عامله ازاي، وابدا اشوف احلل اصلا الفانل بتاعت العميل هو بيقع فين، وايه المسج اللي ممكن تخليه يكمل الجيرني بتاعته لحد ما يشتري ويبقى عميل فعلا، او حتى لو هنعمل ريتنشن قدام كمان. فيمكن هو ده السؤال عشان الحته بتاعت الريتنشن. ما المقصود بالريتنشن؟ الريتنشن يعني ان العميل يرجع يشتري مره واثنين وثلاثه. حلو. بس ان هو الاكسب الرياليتي بتاعته للبراند اللي انا شغال عليه. فهي يمكن دي الناس بقت الكونفرجن بقى بيركز عليها اكتر، ان انا افهم العميل، ابقى عارف المسج بتاعتي وهي طالعه هي هدفها الوحيد ان انا اطلع فلوس من جيب العميل وهو راضي. في الاخر هو لازم يدفع عشان خاطر عشان احنا كلنا نقبض يعني. بالظبط. لازم يطلع فلوس عشان نهزر يعني. هي بس فهي دي النقطه. يمكن الفرق الجوهري شويه ما بين الكوبي رايتر دلوقتي والكوبي رايتر زمان، ان احنا هو دلوقتي بقى مرتبط بفلوس اكتر. انا بتحاسب او جزء من الكي بي ايز بتاعتي او المعايير اللي انا بتحاسب عليها ان في كام برشايز حصلت، لو هي جورني تمام، لان هو برضو يعني زمان كان في فتره من الاوقات انا بركز اكتر على الرؤازه والعميل صرف كام وجاب كام. طب الار او اس مثلا اللي هي العميل بالبلدي كده، العميل بيصرف كام بنجيب كام بالظبط. العميل هنا العميل اللي هو معايا انا، اللي انا شغال على الاكونت بتاعه، مش العميل اللي هو بيشتري من العميل بتاعي. ماشي. بعد كده قلنا لا، ان في جزء ممكن يكون له علاقه تكنيكال اصلا، العميل بيخش على الويب سايت وفي الاخر بيواجه مشاكل، فبالتالي احيانا الويب سايت بطيء مثلا، فدي مش مشكله ليها علاقه بالكوبي رايتنج بس بتاعتك. بالظبط. فبقى ليها معايير تانية زي ان هو يبقى طب خلاص تعالى نشوف تكاليف الاعلان نفسها، تكلفه الاعلان اللي خلت العميل يخش على الويب سايت كام، الكليكس، هل الاعلان اللي انا طالع فعلا بيلمس نيد موجوده عند العميل ولا لا، الماركتنج ريسيرش اللي انا عامله طالع على اساسه قوي فعلا من او الارقام بتقول انه بتاكد النقطه، بتفاليد يعني النقطه اللي انا طالع بيها قويه فعلا والعميل محتاجها وبيدور عليها ولا لا. فدي بس الارقام هنا بتروح على طول تترجم لفلوس. طيب علشان خاطر انا عارف ان كده اللي بيتفرج هيبقى شايف ان في كلام كتير قوي، الموضوع كبر والكلام ده كله. طب انت عندك كيس ستادي ممكن تقولها بشكل سريع مثلا في الحته ديت؟ يحاضر في بالك حاجه في القصه دي؟ كيس ستادي عدت منتج، عدى مثلا برودكت حسيت ان انت لا يعني الكابي بتاعته كانت عاديه، بس لقيت ان مثلا لا يعني مثلا مبيعاته عاليه قوي. انا بحاول اتكلم بلهجه ممكن تبقى بسيطه شويتين ثلاثه. يعني ككيس ستادي هو كتير
ده تقريبا دوري كل يوم ان انا اشوف برودكتس عنده او بيزنس عنده مشكله في المبيعات، نبدا نشوف نحلها ازاي ككرييتيف. يعني ممكن كيكس ستادي قريبه جدا ولذيذه، يعني ان في عميل كان بيبيع بيصنع بيجامات صيفي. مم. فجه يعني ما صنعش الجزء الشتوي. حلو. فجيت شتاء هو ما عندوش ستوك يبيع منه اصلا، هو لازم يبيع عشان يكمل. ماشي. فاحنا هنا دوري ان انا ابدا اعمل ماركتنج ريسيرش واطلع يعني استخدام مختلف للبرودكت بتاعه مناسب للسيزون اللي احنا فيه. للصيفي. للشتاء اطلع البيجامات الصيفي خليه يلبسها في الشتاء. عايز ساحر مش عايز كوبر اكتر كده. هي شغلنا في جزء يعني في شغل جزء هو احنا بندمج ما بين هو حاجتين. توضيحا علشان بس يا. الحته دي احنا ممكن يعني نتمسك فيها على على السوشيال شويه. بس انت القصد ان انت عايز تخلي العمليه البيعيه بالنسبه للكاستمر بتاعك هي مكمله، الجورني بالظبط. بتاعته مكمله، انت مش عايزه يعطل في حته ان هو بيبيع، هو الراجل ده مكمل حتى لو المنتج الصيفي ده وارد جدا ان هو يتباع في الشتاء. يعني في ناس وانا منهم اللي هو ممكن اكون مثلا خلاص الصيف خلص والشتاء داخل فانت بتجيب الشتوي. لا، في ناس بتحب انها تشتري الصيفي باسعار مخفضه علشان السيزون اللي بعده. هي بالظبط. مقاسات عياله بتكبر بقى، مثلا اللي عايز شايف حتتين مثلا عليهم اوفر ممكن يلحق ياخدهم دلوقتي يشيلهم للصيف اللي جاي. ما هو كله فوجب التوضيح. انا بترجم وراك كده. شكرا يعني ان احنا بتوضح النقطه دي عشان فعلا تبقى لو الكلام يبقى واضح للناس اكتر وبسيط اكتر يعني. بس هي الكيسز عموما او النقط اللي انا بركز فيها، هو دلوقتي العميل بيبقى معاه بادجت ليميتد، مهما كانت كبيره هي ليميتد، فهو محتاج ان هو يحقق احسن نتيجه ممكنه بالبادجت اللي معاه. طبعا عشان يحقق احسن نتيجه ممكنه محتاج ان هو كل اعلان يطلع يكون فعلا بيلمس حاجه عند الناس، بيلمس بين معين بيحله، بيلمس طموح معين عند الناس. انا بقول لهم بوعدهم بالبرودكت بتاعي ان انا هحقق لكم الطموح ده، او فاليو معينه انا بقدمها للناس، الناس عايزاها. حلو. حته تانية بقى الاستراكشر نفسه او الاي كوميرس مثلا، المنتج نفسه بتفاصيله، مساحه الكتابه نفسها ما بتبقاش كبيره، صح ولا انا غلطان؟ تمام. طب ده معنى كده ان انت محتاج توضح اكبر كم من الفيتشرز او مميزات المنتج او الحاجات اللي انت عايز توصلها دي في اقصر لاينز او اقصر يعني رسائل ممكنه. صح. ده برضو يعني اختلاف جوهري شويه. يعني مثلا حته الكوبي رايتنج على السوشيال ميديا، لا انا ممكن افرد شويه مثلا 150 200 كلمه احيانا اكتر شويه. ايوه في بعض الكوبيز يعني اخد مساحتي في الكلام شويتين ثلاثه. هو بحس بالظبط ان الموضوع على في الاي كوميرس او التجاره الالكترونيه اضيق شويتين، فده صح ولا غلط؟ هو متهيألي السوشيال ميديا عموما بقت دلوقتي الناس عليها يعني الناس خلقها ضيق شويه. بقت شويه. خلقها ضيق كمان من حيث ان هي ما بقتش تعملها مع اي بوست او محتوى هي بتشوفه ما بياخدش وقت، هو فعلا محتاج ما بيكملهوش يعني. بالظبط. ما بيفتكرش هو رجع لايه ولا شاف ايه ولا راح فين. بالظبط، عشان كده هي بتبقى الموضوع بيبقى فيه رحله للعميل من اول ان انا بقول له حاجه تشد انتباهه، بعد كده بحاول ان انا شويه اشوف هو النيد اللي عنده ايه، وهي دي اللعبه كلها. يعني انا لازم اماتش ما بين حاجتين مهمين قوي، البرودكت بتاعتي والفاليو اللي هو بيقدمها والنيد اللي عند العميل. طيب حته اخيره، سؤال اخير دي بقى ككاستمر واحد بيخش بيشتري من المواقع بشكل عام، فكره ان يبقى مثلا منتجات معينه متخزنه في الكارت، يعني انت بتبتدي ان انت في زي سله المشتريات فيعني ايه يعني فاهم تبغى هذا اشتري تفضل تحط بقى كانك يعني ايه ايوه ساري عربي لحد لما ايه تقبض اول الشهر بالظبط لاخر ما بتشتريش نص الحاجات. فالفكره ده يعني الكارت دي المشتريات بيبقى ليها مثلا تحليل معين بالنسبه لكم، بتدي لك انطباع معين ان المنتج ده عليه طلبات اكتر من منتجات تانية ولا ما بتفرقش؟ بص، هو الموضوع ده ليه كذا شق. طبعا بيديني انديكيتور ان هو المنتج ده عليه طلب، وفي نفس الوقت بيقول لي ان في حاجه منع العميل ان هو يكمل الشراء بتاعه. فانا محتاج ان انا احللها. التحليل هنا بيجي من كذا حاجه، ممكن اصلا يكون في مشكله في رحله العميل نفسها على الويب سايت، ان هو شاف ديسكاونت ما ظهرش في الشيك اوت فرجع في كلامه، ظهر له تكلفه شحن مفاجاه فلا الشحن استغلى الشحن. هنا في وسط راسك طول الوقت. ما بالظبط، ما هو لازم طول الوقت ببقى بتراك الريزلت وببقى بشتغل مع تيم. انا في حاجات انا بقدر اوصل لها، في حاجات الميديا باير بيبدا ان هو يديني انديكيتور ليها،
يعني انا عايز اجي لك بقى من الملعب التاني. يعني انا كده بشتغل كوبي رايتنج بس في الحته بتاعت السوشيال ميديا اكتر. تحفة. بالامانه لا انا واخد نفسي عنك بكتير، يعني انا على الهادي. يعني ممكن حتى الفانل انت بتحط الكوبي وبحس ان ايه يعني، لا انا باخد وقتي والكوبي بتنزل بتاخد يوم 2 3 ممكن اعدل اطور صياغه المحتوى نفسها، ممكن اغير الكول تو اكشن، الدنيا مريحه شويه. ايوه لكن انا بحس ان الايقاع بتاع الاي كوميرس سريع جدا جدا جدا. جدا جدا، لان هو التست ما بياخد يعني قد بياخد وقت، بس هو بيبان بسرعه النتيجه بتاعته والتاثير بتاعها على البيزنس. احنا في الاخر انا دوري ان انا البيزنس ده يكمل، دوري ان البيزنس ده يبيع فعلا. هو لو ما باعش النهارده فهو خسر النهارده. لو فبالتالي محتاج طول الوقت ابقى شايف العوامل اللي تاثر على البيع واخد بالي منها. طبعا هو شغل تيم، هو مش شغل برضو، مش انا مش كل حاجه انا هعملها، هو كل واحد ماسك جزء. لان انا شغال مع بيرفورمانس او ميديا باير، فالميديا باير عنده ارقام، شغال مع ويب ديفلوبر او حد بيتابع الويب سايت، يتابع الموقع، سرعه الموقع والكلام ده بالظبط. يعني بتست، يعني ممكن انا اصلا لما يبقى جاي لي يقول لي في البرودكت ده في مشكله في السله او في مشكله في البرشيزنج، اصلا العميل بيخش على الويب سايت وبيشوف المنتج وما بيشتريش، ما بيعملش اكشن. فانا محتاج اعرف ليه، محتاج اعرف ده ليه جزء دلوقتي يعني محتاج ابقى فاهم، عندي باك جراوند عن سي ار او الكونفرجن ريت اوبتمايزيشن او الويب سايت، ابقى فاهم ان ايه رحله العميل جوه الويب سايت عامله ايه. هو في منتج لا خلاص صنايع على ابوه، يعني انت مش هكتب في بوستين سوشيال ميديا وبتاع. بص عارف الفرق ما بيننا في ايه؟ في ان انا ممكن ابيع لك العربيه متلمعه قوي مع القليل من الخبره التقنيه. حلو. لا انت لابس العفريته وحاطط ايدك جوه المكنه وعمال تفكك في كل حته فيها. عارف هي بالظبط تقنيه عاليه قوي. يعني لو دخلت محل وانت والبياع اللي واقف في المحل لو هو مش فاهم المنتج بتاعه كويس، يعني اقرب حاجه كنت عايز اشتري بدله، انا مش فاهم اصلا ايه الفرق ما بين البدل، مش عارف، شايفهم كلهم بدله. فلما يجي بقى السيلز مان مثلا واقف يجي يقول لي لا بص الياقه دي تفصيلتها غير الياقه دي، القماشه هنا تختلف، القماشه هنا تنفع صيفي، القماشه هنا تنفع شتوي، هيبدا يفتح عيني على حاجات انا ما كنتش عارفها، هيساعدني اكتر في الاختيار. اصلا ممكن اخش لو السيلز جوه اللي هو الويب سايت او البرودكت بيج مثلا مش مناسبه، مش مقنعه، خلاص انا مش فاهم حاجه، انا هطلع، انا ليه، وخصوصا لو الحاجات غاليه. هيبقى عندي لو انا مش العميل اللي مش فاهم المخاوف اللي موجوده عندي ايه هي واجاوب على المخاوف بتاعتي دي، ما خلاص انا ما شكرا، هقول له شكرا انه همشي فعلا، هو مش هيبقى فاهم حتى انا بمشي ليه. والقرار قرار الشراء في الاي كوميرس بيتاخد في جزء من الثانيه زي ما بيقولوا يعني. بعرف اللي هو لحظه كده، انا مش هتابع موقع واروح، انا هتابع منتج وابص وبلاقي بقى ايه يعني الفوارق. مثلا انا اشتري سماعات مثلا، تلاقي لك ظهر 3-4 منتجات والفوارق بسيطه قوي، فتبقى دايما محتار، فدوبك انت بتكليك بتحط في الكارت وتقلب وتدور على حاجات تانية. ما دي لها علاقه بان انا برضو ابقى فاهم المنافس بتاعي بيبيع ايه، لان غالب بتحصل كتير جدا ان انا ببقى عندي نفس المنتج اللي عند المنافس، فهعملها ازاي دي، هبيع ايه، فانا محتاج ان انا اضيف قيمه اعلى ممكن يكون انا مثلا اسمي ثقه اكتر، فانا بستثمر في البراندنج بتاعي عشان والله هو امكانيات ضمان مثلا. بالظبط. انا احسن يعني بيصادف كتير في الحياه عموما، يعني انت ممكن تلاقي 2 سوبر ماركت واقفين جنب بعض فاتحين جنب بعض بيبيعوا نفس الحاجه، بس في سوبر ماركت واحد انت هتروح تشتري منه، بيفرق في ايه؟ ممكن معامله الشخص اللي قدامك. فهي حتى ده بينطبق على الاي كوميرس، لان هو احنا البيهيفير بتاعنا على هو في الاخر احنا بنتعامل مع بني ادمين ليهم سلوك على الارض، هو غالبا بيبقى نفس السلوك اللي بيبقى بيعملوه اونلاين. هو محتاج يثق، محتاج ان هو المخاوف اللي عنده تتجاوب عليها بشكل او باخر، ومحتاج ان هو يشوف القيمه الحقيقيه اللي انا بقدمها. طيب احنا في النهايه ما اتخانقناش، لا الحمد لله، احنا عرفنا بس الفرق بشكل لطيف يعني ما بين الكوبي رايتنج والكونفرجن كوبي رايتنج. انا شخصيا اقتنعت يعني كنت داخل اتخانق بس اقتنعت. فطبعا يعني احنا لسه عندنا شويه حاجات تانية هنتكلم فيها ونصور فيها، فلا اكيد يعني انا متشكر جدا لوقتك. انا متشكر جدا، ومتشكر ما كانش فيه خناقه، ومتشكر اكتر على الماتشنج غير مقصود ده. انا هبدا احب الطعم ده اكتر من النهارده. صح. انا جيت عشان ما يبقاش حد شبهي بس ما عرفتش. انا مبسوط جدا باللقاء ده. تسلم يا رب، ويعني هقول لك بالتوفيق يا رب. ربنا يخليك، متشكر جدا.